تعالي تعالي، الله يرضى جيت. عليكي. واليوم فضيلة عملت لنا صينية بطاطا بالكفتة. شوفوا ما شاء الله. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وكومنت قبل ما تكملوا الفيديو. لهاد الوصفة نحتاجو لحم مفروم ولا دجاج مفروم ولا حتى ديك رومي مفروم اللي عندكم في المنزل، ما تتقيدوش بحاجة. انا فقط نعطيكم الفكرة وانتو ديروا كيما حبيتوا. حطيت لها بصلة تانيك تكون مفرومة مع معدنوس اي البقدونس يكونوا مفرومين رقيق، وزدت لهم حتى السنة تاع الثوم، سنة ونص تاع الثوم. البهارات واش حطيت لها الملح، الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا، وتانيك حطيت لها الفلفل الابيض ولا فلفل الكحل، والبهار مشكل اللي هو راس الحانوت ولا السبع بهارات. ونخلطوها جيدا. هاد اللحم المفروم تاعنا نخلطوهم ملح حتى يتجانسوا كامل ونحطوه على جنب باش نعملوا الخضرات تاعنا. تانيك نحطوا لها لي زيبيس، نحطوا لها البهارات تاعنا. هنا كما شفتوا قطعتها ما رقيقه ما خشينه، شوفوا كيفاش قطعتها. نضيفوا لها الاعشاب العطريه، الكركم، فلفل ابيض، والكزبره الناشفه، وقطعه تاع مرق الدجاج اي كما نقولوا احنا في الجزائر الجامبو، والملح. وصفه سهله ولا اروع. انا ضفت لها سنه ولا سنتين تاع الثوم مع ملعقه صغيره تاع الخردل اي لا موطاد، وهنايا زبده قطعتها مكعبات صغيره باش توزع كامل في البطاطا تاعنا، وشويه تاع الزيت، وخلطتهم كامل باش هذيك البطاطا كامل تتشرب من البهارات باش تعطي لك هذيك البنه الرائعه. تانيك جبت هنا حبه بصل صغيره قطعتها شرائح مع طماطم وفلفل خضر، ونجيبو هذيك الصينيه او البلا تاعنا اللي راح نحطو فيه الطبق تاعنا. هنا انا حبيت نديرها على شكل ورده تعطي كما نقولوا شكل شباب تاني كي كانوا جايينك ضياف، ولا تحمر الوجه صراحه. هنا شوفوا حطيت هذاك الصف تاع البطاطا، ومن بعد اللحم زدت له بطاطا، الطماطم، البصل. شوفوا حاجه سهله وصراحه ما تاخذ لكمش وقت، معناتها للعاملات وكمان الناس اللي تخدم وكلش تدخل للدار في وقفة تعمل هاد الطبق. شوفوا يشهي وبنين وغني بالفيتامينات، معناتها فيه الخضرة فيه البروتين فيه كل حاجة. هنا كما راكم تشوفوا بقيت نوزع في هذيك الخضرة تاعنا في الطبق تاعنا، اني حاصله وين نحط هذيك البصله وكل شيء. من بعد نقطعوا هذيك الفلفل تاعنا باش تعطينا تانيك الطعم ولون شباب. شوفوا هنايا حملتهم هاد الطريقه مثل الورده. شوفوا هذوما كانهم اوراق. من بعد نحطهم في الفرن، طبعا نغطيهم بالورق الطبخ. طبعا هنا كما شفتوا هذيك الصوص تاعنا حطيت لها حوالي كاس من الماء، شوفوا كاس صغير تاع الماء باش الخضره تاعنا واللحم يطيب، وحطيتها في الفرن حوالي ساعه. غطيتها طبعا كما شفتوا ساعة. من بعد نحيت هذاك ورق الطهي وخليتها باش تتحمر لها شوية من فوق. شوفوا كان هذا هو الطبق تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة وشهيناكم في الجنة.